لما كيجوك هاد الحالات مريم، شنو البروتوكول اللي كتمشي معاهم به يعني باش الوغ كيف ما عرفتي انا التخصص ديالي هو تدريب وترويض الدماغ الطريقه ديال النورو فيدباك ديناميك. كندير العلاج النفسي بعده طرق، منهم العلاج بالتنويم الايحائي. هاد التقنيات كيعاونوا الشخص على انه يتقبل هذوك المشاعر ديالو ويتقبل هذاك الظروف اللي تيدوز بهم الحاليه وتيخليوه يدوزهم بواحد الطريقه اللي هي سليمه وتيخليوهم ما يتدوموش معنا بزاف. يعني مثلا واحد الانسان الا كان فقد واحد الشخص عزيز عليه في هذيك الفتره ديال لو دوي غدوز مثلا في 6 شهور افيك هاد لي بروتوكول وافيك الناس اللي غادي يجيو عند اخصائيين ولا عند معالجين نفسيين اللي غيديروا التتبع معهم غيدوز في اقل. نعم فهمتي. وكتقدري يعني حتى الا كان مده طويله يعني دازت مثلا والانسان باقي عايش في ذاك الايجابيه السامه انه ممكن يتعالج رغم ان المده كتكون طويله. معلوم. نعم. لان الشخص شنو اللي كيخلي هذه الايجابيه السامه تولي عند الشخص؟ هي اصلا جاتنا من الصغر، حيت حنا دائما كنا مثلا الطفل اللي الا كان كيبكي ولا ما فرحانش ولا غضب ولا هذا ما تنعطوش الحق يعيش هذوك المشاعر، تنقولوا له خصك ديما تكون مزيان، خصك ديما تكون ضاحك. نعم. ديما هذا دونك هذه كيمشي لنا في اللاواعي في لاكونسيون ديال الشخص ان ديما خصو يكون ضاحك ويكون ديما فرحان، وكنوليو نقولوا له انت عندك الحق تكون انسان. الانسان البشريه ديالنا الفي كو خاصك تعيش جميع المشاعر. دونك هنا كيبدا الانسان يبدا يتقبل بشويه هذوك المشاعر الغير مريحه اللي غنسميها انا ماشي سلبيه، لان كيف ما قلنا ما كاينش مشاعر سلبيه مشاعر ايجابيه. كاين مشاعر مريحه ومشاعر غير مريحه، وهذيك الغير مريحه راه جات لسبب، جات بواحد الرساله اللي حنا خصنا نكونوا كنفهموها.